مم. ده مش الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي إن الإسلام مش علاقة بين الإنسان وربه. ده مش صحيح، دي فكرة نصرانية مش فكرة إسلامية. الفكرة الإسلامية أن الإسلام علاقة بين الله وربه تنعكس وترى وتشاهد، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا لو أعرف إن أخلي واحد أأمره يصلي بالناس واروح لناس بيصلوا مش تاركين الصلاة، بيصلوا في بيوتهم أحرق عليهم بيوتهم. إيه الحديث الغريب ده؟ لأنه لازم يصلي، لازم المجتمع تتراءى فيه البعد عن المعاصي. ما اقدرش انا اعتبر انه انت حضرتك لما تنزل حي شعبي او قريه. الحديث الغريب ده فين كده؟ يعني كل كتب الفقه، في كل كتب الفقه. يعني باب صلاه الجماعه هتلاقيه موجود. لو فتحت البخاري هلاقيه كل اي إن كتب، النبي كان هيحرق الناس وهم بيصلوا في بيوتهم. اي كتاب فقه حضرتك عندك، اختار اي كتاب بدءا من فقه السنه وطالع. لا اصل ده موضوع بقى هنعمل مع بعض حلقات كتيره غريبه، لان حضرتك باين ان الاجماع مش دليل صحه عندي الحقيقه. ما هو حضرتك ما شاء الله انت حضرتك بقيت من الائمه اللي يقول لك ليس عندي بدليل صحه. الف مبروك عضو لجنه الفتوى واختار رئيسها. الفتوى تحتاج الى عالم سبق ان وانا فتيت دلوقتي. وانا فتيت وانت تقول عندي ليس بدليل، دي كلمه كبيره. ده ولا شيخ الازهر ده البخاري فيه ان النبي اتسحر وفيه انه ولا لا اصدق هذا ولا يعني ولا يمضي في ذهني بتصديق، انما عموما